وسهلا بيكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده باذن الله هتكلم معاكم على موضوع في غايه الاهميه، وهي ايه الاكسسوارات او ايه الاكسسوارز اللي لازم تكون معاك كراجل، وتكون اكسسوارات شيك جدا وحلوه جدا. بص، قبل بدايه الفيديو، هو مش معنى ان اوريك الاكسسوارات دي ان هي ضعف فلوس ولا حاجه، لا بالعكس. عشان في ناس انا بشوفهم بيلبسوا 7000 خاتم و7000 اسوره و20000 سلسله، لا خالص. آه، انا قلت في فيديو سابق ليا، وهسيب لك لينك الفيديو ده تحت، نصايح برضو عشان تتبعها، عشان لما تيجي تلبس، او لما تيجي تشتري اكسسوارات، او لما تيجي تلبس عموما تبقى لابس شيك ويبقى شكلك مقبول وشكلك حلو. بصوا، انا اوريهم لك سريعا كده. بصوا يا جماعه، اهو 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 اهو. طيب، لازم اول حاجه نبتدي مع اول حاجه لازم تكون معاك كراجل، بس معلش عشان تمام، وهي المحفظه بتاعتك. لازم يكون محفظتك شكلها شيك وتكون حلوه جدا، بسيطه جدا. تمام. انا عن نفسي شاري المحفظه دي، بتشيل فلوس وحلوه جدا يعني، وعمليه معايا. كنت شاريها تقريبا ب 100 جنيه، فهي حلوه جدا وجميله، مقضيه الغرض، وبعدين مش كسفاني في اي حته، بل بالعكس شكلها حلو وجميل جدا. بعد كده البرفيوم بتاعك، طبعا لازم 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 كمان مره يكون معاك برفيوم. وانا انصح بالهوجو او لاكوست وايت او سيلفر سنت او سوفاج او بلاك ليكسس. عندك انواع كتير جدا، بس انا عن نفسي دي ازازه هوجو بس حاطط فيها لاكوست وايت، تحفه تحفه. بعد كده نوهت في 30,000 فيديو، كل ما كنت بسيط في الاكسسوارز اللي انت بتلبسها كل ما بنت شكلك احلى. تمام. عشان انا زي ما قلت لكم بشوف شباب بيلبسوا 70,000 سلسله و30,000 مش عارف اسوره وخواتم، ولو ينفع كمان يلبس حلقه هيلبس، مش هيقول لا. لا، كده ندعك. انا بالنسبه لي بص، سلسله شكلها بسيط، شكلها حلو. طبعا انت بتلبسها وبتدخلها جوه الهدوم، مش بتطلعها براها عشان ما تبقاش سرسجي وفلاح يعني، فاهمني. بعد كده اسوره يا ساعه، يا اسوره يا ساعه، الاتنين ما يتلبسوش في نفس الوقت. تمام. عشان نكون بس فاهمين، يا دي يا دي، يا تلبس دي يا تلبس دي. وطبعا الساعه ما تكونش ضخمه، هي كل ما كانت بسيطه وشكلها صغير كل ما بنت شكلك احلى. تمام. فهرجع واعيدها تاني وانوه، طبعا لو انت خارج خروجه رسميه او خارج خروجه حلوه مش هتلبس دي، هتلبس الساعه. وانا في الفيديو اللي بتاع النصائح ده عايزك تتفرج عليه، مهم جدا، الاتنين دول بيكملوا بعضهم. طيب، شوف الاكسسوارات قليله قد ايه، ولو معاك خاتم ماشي، انا ما بفضلش الخواتم صراحه، ما بلبسهاش. بص، حاجات قليله قوي زي ما انت ما شايف، قليله جدا، يمكن 5 بالظبط. طبعا انت مش تمشي بدي، انت دي بترشها بتسيبها في البيت، ودي في جيبك، تجيب البنطلون من ورا. شوف، حاجات قليله جدا، فاهمني. انا ما عقدتش الامور، ومش ضعف فلوس يا جماعه، الحمد لله رب العالمين، الحاله الماديه كويسه الحمد لله، ولكن ده مش ضعف فلوس والله. بس انا كان معايا مليار جنيه، هي دي الاكسسوارات بتاعتي، فاهم، وبس. وده هي الشياكه. شوف كده مثلا الناس في تركيا، او الناس اللي بيلبسوا بدل رسميه، او حتى الناس الشيك بره، هتلاقي ان هو اكسسواراته مش هتخرج عن الحاجات دي. لا بيلبس 30,000 سلسلة، ولا بيلبس 10,000 اسورة، ولا بيلبس خواتم بالهبل، عشان انا بشوف عك والله، فاهم. وبس يا شباب، دي كانت الحلقة بتاعت النهاردة. اتمنى بقى لو الحلقة عجبتكم تنزلوا تشتركوا وتحطوا لايك، والسلام عليكم، باي باي.